السلام عليكم اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جايلك قلب اخوك في فيديو جديد. اسف جدا على تاخير الفيديوهات، انا قعدت كتير لحد ما نزلت الفيديو ده، بس لحد ما حلت المشاكل اللي عندي. تمام قلبي، جايلك بفيديو جديد عن طريقة حظر ارقام الواتساب ببند حظر جديد وطريقة حظر جديدة. تابع الشرح الاخر، هسيب لك اللينك في وصف الفيديو بتاع البند ده. بس لو يا صاحبي لو انت مش مشترك عندي في القناة، انزل اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس وحط لايك وكومنت للفيديو. وهتلاقي لينك قناة تليجرام عشان اللي عايزها موجودة في وصف الفيديو على طول. تنزل هتلاقيها على طول في وصف الفيديو، خش فيها اشترك، بحذر ارقام هناك وعامل كل حاجة هناك في التليجرام. تمام باخوك. بس الاول كده، لو انت مش مشترك عندي في قناة اليوتيوب انزل اعمل اشتراك القناة. لو انت مش مشترك وكل حاجة، يعني لايك بس وكومنت، مش محتاج منك اكتر من كده. وكمل الفيديو الاخر عشان تعرف البند شغال ازاي. دلوقتي البند صاحبي دلوقتي من 3 نسخ للأعمال. طب للمتجر كام نسخة؟ للمتجر 8 نسخ، يعني البند شغال متجر وأعمال. يعني البند طلقة جدا، بس أعمال بيطير طلقة. لكن المتجر مش اللي هو سريع زي الأعمال. المتجر ممكن يتأخر معاك، فلو اتأخر معاك عادي. يعني ممكن يقعد لساعة، ممكن يقعد لأكتر من ساعة لحد ما يطير، ممكن يوصل لساعتين على حسب الرقم اللي هو قديم أو مش قديم أو طار قبل كده. لو طار قبل كده ممكن يطير معاك بسرعة. فنجرب البند دلوقتي الأعمال. تمام بأخوك، بيطار أعمال متصل أو غير متصل. طيب المتجر لازم يكون متصل. الضحية يفضل متصل، ما يقفلش معاك نهائي، لازم يفضل متصل. لو فضل متصل هيطير معاك على طول إن شاء الله. فدلوقتي يا صاحبي، البند مكون من إيه؟ البند من كود وصورة. يعني أنا اللي ملغمه أنا وواحد صاحبي جاكسون أخويا. تمام، بنلغم على طول البنود مع بعض. فهنجرب دلوقتي الرقم على البند، قصدي على رقم فاتح على أعمال. مثلا الرقم ده، شوف فتح على أعمال ولا إيه. تمام، هو فتح على أعمال وانا ما اعرفوش، بس انا اسف جدا صاحب الرقم ده ما يطير. بس هنجرب البند عليه. تمام، خش كده جوه الشات، هنحط البند ده. البند قلب اخوك، ترمي كده في قلب الشات. وفي صورة كمان، بس انا عاملها عشان الفيديو ما يبقاش مخالف وكده، عاملها هرمي الصورة هنا في قلب الشات واطلع فوق عشان ندير ابلاغات من هنا. تمام، هوقف الفيديو واحط الصورة في قلب الشات واجي تاني. تمام كده، حطينا الصورة في قلب الشات يا قلبي. طلعنا كده هنا، اطلع هنا كده كده بانت برضو. ما علينا. تيجي كده صاحبي عند روبورت بيزنس دي، كلمة روبورت بيزنس، تيجي عندها كده. هنديله بقى الإبلاغات بتاعتنا. طب كم إبلاغ من هنا؟ 25 إبلاغ من هنا. تمام، ممكن أقل عادي، ممكن توصل تعمل 20. بس 25 عشان إيه؟ عشان أبقى أتأكد إن الرقم هيطير معاك. يعني كل ما تديله إبلاغ أكتر كل ما الرقم هيطير أسرع. والتلات نسخ عادي، هما ممكن لو معكش أساسي ممكن تعمل من واحد أساسي واتنين وهمي، أو واحد أساسي وتلاتة وهمي. معاك رقم أساسي اعمل من 3 أساسي، هيطير معاك. والرقم ده فاتح دلوقتي، هناخد برضو سكرين كده الرقم وهو فاتح، حطه في الواتساب. تمام، الرقم شغال عادي، مش أي مشاكل. نخش نكمل الإبلاغات بتاعتنا. فانت عدي الفيديو بس الكام ثانية دول لحد ما اخلص الإبلاغات، عشان بس اما تلخفنش في العدد أنا. وانت عامل زي ما انا بعمل بالظبط. يعني في ناس بتخش تقول لي انا ما بعرفش احذر وما بعرفش، انا بشرح كل حاجه خاص في الفيديو. انا بقولكش انت هتعمل كذا وكذا، لا انت اعمل اللي انا بعمله، الرقم هيطير معاك ان شاء الله. البند شغال، البنود اللي منزلها كلها شغاله، كل اللي بيتابعني عارف ده كويس. فانت اعمل اللي انا بقولك عليه واللي انا بعمله في قلب الفيديو، الرقم هيطير معاك ان شاء الله وبشكل اسرع. واللي مش عارف يحذر ارقام برضو يخش لك قناه تليجرام، انا بحذر فيها وبعمل كل حاجه هناك برضو. اعمل كده البلاغات بتاعتنا من هنا، خش جوه الشات، تيجي عند علامة الريبورت دي كده، نديله 3 من هنا. مش لازم 3 بالظبط، يعني عادي تديله كام إبلاغ من هنا كده، أكتر من 3 عادي. والرابع بقى آخر إبلاغ هتفعل علامة الصح دي ونعمل ريبورت، نطير بيها الشات. خدنا طبعا الرقم كوبي، خش على النسخة اللي بعدها، حط الرقم كده هنا في رسالة رقم غير محفوظ، وانت طبعا مشغل زرار العكس. نعمل كلمة مسج، نضغط عليها، رقم فاتح معانا وعادي. لو قافل والله يا شباب هيطير برضو. هنحط البند بتاعنا، نحط الصورة.
اجيب الصورة. تمام، حطينا كده الصورة في قلب الشات، نيجي هنا نديله البلاغات بتاعتنا. بس عشان انا وقت الفيديو كده اخلص الابلاغات زي ما قلت لك، زي ما عملنا في النسخة الاولى تعمل في النسخة دي. خلص الابلاغات بتاعتنا من هنا 20 ابلاغ وجالك تاني. تمام، خلصت كده الابلاغات بتاعتنا. هنلاقي من بره هنا هتخش جوه الشات، نديله كام ابلاغ بتوعنا من هنا برضو، كام ابلاغ بتوعنا من هنا. اخر ابلاغ نفعل علامة الصح ونطير بيه الشات كده بالشكل ده. النسخة التالتة نفس الحوار. طب يا شباب، الرقم لو مطارش معاك من 3 نسخ تعمل من 4 نسخ. طب هو مش هيطير معاك من 3 نسخ ليه؟ البند شغال من 3 نسخ وكل حاجة تمام، لكن اللي يخليه مش هيطير معاك ان البند ممكن يضعف من كتر الناس اللي تستخدمه. انا بنزل البند في ناس كتير جدا بتستخدمه. حط بس الصورة، نطلع هنا. ففي ناس يا شباب كتير بتستخدم البند، فطبيعي البند لازم يضعف وفي الاخر هيقف تمام من كتر الضغط عليه. فانت كتر في النسخ، كتر في النسخ وان شاء الله هيعمل معاك، هيطير معاك برضو. لو ما طارش معاك من اللي انا بقولك عليه، لو انت بتسمع الفيديو اول ما نزل يعني وكده، فهيطير معاك من 3 نسخ ده اكيد و100%. خلص بس، ملناش دعوه بالارسال ديت عشان بلغم بند تاني. انا والله يا شباب كل يوم بلغم لكم البند وبنزله لكم. لو اقدر انزل فيديوهات كل يوم كل دقيقه والله هنزل، بس لا بس الوقت. فهنعمل البلاغ بتاعتنا من النسخه التالتة. نديله كده ابلاغات، نكتر في الابلاغات برضو. اهو، كتر كده في الابلاغات. اخر نسخة دي كتر فيها جامد، يعني ممكن توصل 30 ابلاغ او اكتر من 30 ابلاغ اخر نسخة دي. ولو معاك ارقام تفنيش دي تبقى حاجة جامدة جدا. ممكن رقم البند الرقم اللي معاك من نسخة واحدة تفنيش، يعني البند كده كده اللي هو طلقة يعني. فده ارقام مش تفنيش عادي، يعني بعمل لكم ارقام التفنيش عشان معظم الناس معاش ارقام تفنيش، بس يبقى ارقام التفنيش دي للاخر. خلص كده تعمل الابلاغات بتاعتك اللي هي من ديت. تمام، نديله الابلاغات بتاعتنا اهو. نيجي اخر ابلاغ نفعل علامة الصح. لو خدت بالك ان الرقم طار معانا، ناخد الرقم كوبي كده نشوف الواتساب. بعد ما خلصت البلاغ بتاعتك يا شباب، بند بقول لكم طلقه، يعني كلمه طلقه دي اقسم بالله قليل عليه. ادي الرقم طار معانا. ال... الرقم اللي احنا كنا بنطيره، تقدر ترجع تشوف الفيديوهات. ترجع قصدي تشوف الفيديو من اول. الرقم كده طار، لما جاتلك علامه كونكت دي يبقى الرقم كده طار معاك والبند طلقه يا شباب اقسم بالله. ادي كده ده للمتجر، ده قصدي للاعمال. المتجر هتعمل من كام نسخة، من 8 نسخ او اكتر. ده لو بند تستعمله في الاخر تمام. بس البند جامد جدا اقسم بالله. فانا مش طالب منك انك تقدرني يعني اهو، عشان الناس ما حدش يقول مفيكة وكده. انا مش طالب منك اكتر من انك تقدرني، تدعمني بلايك وكومنت وبس. هسيب لك لينك البند في وصف الفيديو لو انت مش عارف تحمل منه فيديوهات. هسيب لك طبعا برضو طريقة تحميل في وصف الفيديو. انت مش عارف تحمل، خش على الفيديو اسمع الفيديو في طريقة تحميل فيه كل حاجة، وفي الاخر هيطلع لك اللينك مباشر. مش عارف خش على قناة تليجرام كلمني هناك احضر لك الرقم اللي انت عايزه. وكده يا صاحبي، سلام يا اخواتي.